فيلمنا بيبدأ مع سباق عربيات، وبنشوف حلزون اسمه سو بيقعد يسابق مع العربيات، بس بيطلع انه بيتفرج عليهم، وهو بيحب متسابق اسمه جاي وبيقعد يقلده. وبيجي اخوه تشيت بيقعد يزعقله وبيحبطه وبيقوله ان انت لازم تنام دلوقتي علشان ورانا شغل كتير الصبح. وهو ما بيسمعش الكلام وبيقعد يسابق نفسه لغاية ما بيوصل ل17 دقيقة، وبيبقى مبسوط قوي بالرقم وبيعتبره رقم مثالي. وبيطلع النهار والحلزونات كلها بتصحى علشان تشوف شغلها، وبيجي اخينا ساو وبيحاول يعدي ما بين حلزونتين وما بيعرفش، وبيجي اخوه يتريق عليه وبيبدأوا شغل، وساو بيبقى مستني الطماطم تنزل علشان يمسكها. وفي كل مرة الطماطم بتتعصر عليه وبيفضل يحاول، بس في كل مرة كل ما يمسكها الطماطم تنفجر، وفي الآخر بتفضل معاه واحدة بس سليمة. وهو مشي بالطماطماية بيحس نفسه في سباق، وكل الحلزونات بتقعد تتريق عليه. وبيجي وقت الأكل والحلزونات كلها بتتجمع، وأخوه بيقوله ياريت يبطل موضوع المسابقات ده علشان ده مش اختصاصهم. وبعد كده بيخرج طفل صغير من بيته، وكل الحلزونات بتخاف وبتخش قواقعها، إلا طبعا أخينا ساو بيعمل نفسه شجيع السيما وما بيدخلش جوه قوقعته، بس أخوه بيشوفه وبيشده، وبيقعد يتفرج على التلفزيون، والعصير اللي معاه بيقع على التلفزيون وبيبوظه، وبيقعد يخبط على الشاشة عشان تفتح بس التلفزيون بيقع. وبيروح يحكي لأخوه اللي حصل وإن هو بوظ التلفزيون، فأخوه بينبسط وبيقوله أحسن عشان تبطل موضوع المسابقات ده. وهما بيتكلموا في طماطمية بتقع وبيروحوا علشان يجيبوها، بس تشيت بيوقفهم علشان في راجل هيقص الزرع. وطبعا شجاع السيما صاحبنا بيقرر ان هو يروح يجيب الطماطماية، وبيتخيل ان هو في سباق، بس باقي الحلزونات بينقذوه وبيرشوا عليه مية علشان يبعدوه بعيد عن الراجل. وبيجي اخو تشيت بيزعقله وبيقوله ان انت مجنون وفكر قبل ما تعمل اي حاجة، وسو بيزعل وبيمشي. وبيبقى واقف في الطريق بيبص على العربيات وهي بتتحرك، والعربية بتطير وبيقع على عربية تانية بتسابق، وبيدخل جواها وبتقع عليه مادة غريبة، وبعد كده بيعرف يطلع من العربية. وبيطلع النهار وبيصحى سو يبص في السما يلاقي الغربان، فبيستخبى منهم علشان يوصل للبيت. ولما بيروح البيت بيقعد يبص على نفسه، وفجأة بيلاقي عينيه طلعت كشاف نور، ولما بيخبط في الحيطة قوقعته بتطلع صوت زي صوت العربيات. وبعد كده بيطلع الطفل وهو راكب عجلته وبيشوف سو على الأرض وبيبقى عايز يدوسه، وسو طبعا بيحاول يهرب منه وبيستغرب نفسه جدا علشان سرعته بقت أكبر. وبعد كده العجلة بتقع والطفل بيقع على باقي الحلزونات، فبيتضايق رئيس الحلزونات وبيطرد سو وأخوه برا المجموعة. وبعد كده تشيت بيتعصب على أخوه وبيقوله إن هو سبب في كل اللي حصل، وبعد كده بيجي غراب وبياخد تشيت ويجري بيه، وسو بيحاول يلحق أخوه فبيخش جوه بق الغراب، والغراب بيقعد يتنطط وبعدين ينطروا برا. وسو وتشيت بيكونوا مبسوطين علشان عرفوا يهربوا من الغراب. وبعدين بيجي واحد اسمه تيتو بيحط عليهم الكوباية وبيحبسهم، وهما بيبقوا فاكرين انهم هيموتوا، بس هو اخدهم علشان في سباق حلزونات. وطبعا سو بيكسب وكل المجموعة بتبقى مبهورة بيه. وبيجي واحد اسمه أنجيلو بينده على تيتو وبيطلع ان هو اخوه الكبير، وبيقعد يزعق لاخوه عشان بيلعب بالحلزونات، وبيقول له الصبح تروح تشوف شغلك. وبيرجع تيتو يشوف ساو وبيبقى مهتم بيه جدا وبيحاول ينيمه وبيغطيه برغيف عيش. وبيجي باقي الحلزونات وبيقعدوا يتكلموا مع ساو، وبيجي واحد من الحلزونات اسمه بلاش بيعرفه على نفسه وبيقوله ان ده فريقه، وكل واحد في المجموعة بيعرفه على نفسه وبيطلبوا منه ان هو ينضاف لفريقهم. فسو بيتريق عليهم وبيقول لهم ان هما بطاء جدا، فبيقرروا ان هما كلهم يعملوا سباق، وبيتفقوا ان اول واحد هيوصل للنجمة اللي موجودة في المكان هيبقى هو الكسبان، وبيستعدوا للانطلاق. ورغم سرعة سو ما بيعرفش يوصل للنجمة وهما اللي بيكسبوه هو بيخسر. وبيجي تاني يوم الصبح وأنجلو بيشوف أخوه وهو بيكتب كلام غريب موجود على يافطة، وبعد كده بيقعدوا يفطروا مع بعض. وتشيت بيزعق مع سو علشان هو عايز يفضل في المكان. وبيجي تيتو وبيتكلم مع سو وبيبقى مفكر أخوه حلزوناية مش حلزون، وبيقعد يتريق عليه وبيقول لسو إن هما لازم يكسبوا المسابقة ويوصلوا للقمة. وبعدين سو بيتكلم مع تشيت أخوه وبيكون متحمس جدا للمسابقة وبيبقى مبسوط. وبعدين بيروح تيتو لصحابه وبيحاول يقنعهم إن هما يدخلوا سيو السباق وهما مش بيوافقوا. وبنروح لتشيت بيقول لأخوه إن هما لازم يرجعوا البيت وهو مش بيوافق، وبتيجي باقي الحلزونات بتحبسه في كوباية.
وبتيجي الحلزونات تهجم على عربية سياح وبتخرم الكاوتش، وبيجي سو بيشاور لباقي الحلزونات على يافطة السباق وكلهم بيكونوا مبسوطين. وبنروح لأصحاب تيتو بيروحوله وبيدوله فلوس علشان سو يشارك في السباق، وهو مش مصدق نفسه وبيكون مبسوط جدا. وأنجلو بيكتشف إن أخوه أخد الفلوس اللي هما كانوا محوشينها. وبعد كده تيتو بيقعد يفكر لسو على اسم جديد عشان المسابقة، فبتيجي باقي الحلزونات وبتقترح اسم تربو وهو بيسميه تربو وبيعملوا له قوقعة جديدة. وأخيرا بيروحوا المكان السباق، بس الأمن اللي في المكان بيطردوهم برا، وبيجي تربو وبيشد تيتو على مكان السباق وبيخش يسابق وبيكسب. وفجأة بيطلع رئيس السباق وبيرفض إن تربو يشارك في المسابقة، بس بتيجي واحدة من الجمهور وبتعترض وبتعلي صوتها وبتقول إن هو لازم يسابق، فهو بيضطر ان هو يوافق. وبيجي الليل وتشيت بيزعق مع اخوه عشان هيدخل المسابقة، وطبعا تربو ما بيسمعش كلامه وبيسيبه ويمشي. وبيروح تربو يتفرج على العربية بتاعت جاي المتسابق المفضل بالنسبة له وبيكون منبهر بيها جدا. وبيروح جاي يتكلم معاه لما بيشوفه وبيقول له هو الناس بتحبك بس انا اللي هكسبك. وبيجي تاني يوم الصبح والناس كلها بتتجمع في السباق ما عدا تشيت اخو تربو بيبقى خايف عليه وما بيروحش. بيجي الولد الصغير بياخد التشيت وبيحطه في الكوباية وبيخليه يقعد يتفرج على السباق وهو اصلا ما كانش حابب يتفرج. وبيبدأ السباق وبيبان على تربو ان هو متوتر جدا وخايف، وبيحاول ان هو يتفادى العربيات علشان ما يموتش. وبتخلص الجولة وجاي بيكسب وبيبقى المركز الاول وتربو بيخسر وبيبقى المركز الاخير. وبعدين بيوقفوا العربيات كلها علشان يعملوا لها صيانة. باقي الحلزونات بيبقوا واقفين مع تربو وبيحاولوا يشجعوه. وبتبدأ الجولة التانية وبيعرف تربو ان هو يعدي من تحت العربيات ويكون اسرع منهم، واخوه تشيت بيتفرج عليه من بعيد وبيكون متحمس جدا انه يكسب. بس بتيجي عربية في السباق وبتعمل حادثة والكاوتش بتاعها بيبقى هيخبط في تربو، بس هو بيعرف ينقذ نفسه وبيعدي في وسطها. وبيقدر تربو ان هو يوصل للمركز التاني ويبقى قريب من جاي. فبيجي جاي وبيخبط تربو وبتتكسر القوقعة بتاعته وبيقف علشان الصيانة وبيبقى دايخ ومش شايف حد قدامه. وبيجي تيتو بيقوله كفاية وهو مش بيوافق وبيرجع للسباق. وهو ماشي بيحس ان سرعته اختلفت وان هو بيرجع لورا، بس هو بيقاوم وبعدها يرجع سريع وبعدين سرعته تقطع ويرجع بطيء. وبيجي جاي مرة تانية وبيبقى عايز يدوس عليه بس هو بيعرف يبعد وبينط على الكاوتش. واخيرا بيعرف تربو ان هو يوصل للمركز الاول، وبيجي جاي يمشي وراه بس بيفقد السيطرة على عربيته وعربيته بتتخبط. وبيجي جاي بيخبط تربو بايديه علشان ما يكملش السباق، وقوة تربو بتضعف وما بيقدرش يكمل السباق فبيخش جوه القوقعة بتاعته. وبنروح لتشيت اللي بيحاول يهرب من الولد الصغير، فبيوقع الكوباية والكوباية بتتكسر وهو بيمسك في بالونة علشان ما يموتش. وبتيجي مجموعة من الغربان بتحاول تصطاد تشيت، بس باقي الحلزونات بتساعده وبتخلي الغربان تغير اتجاهها. وبيروح تشيت لاخوه وبيحاول ان هو يشجعه ان هو يكمل المسابقة، وتربو ما بيرضاش وهو بيقوله ان اخويا ما بيستسلمش ابدا. فبيتحمس تربو ان هو يكمل السباق، وجاي بيمسك العربية بتاعته وبيحاول يحركها على تربو علشان يموته وما بيعرفش، وبيحاول يمسكه بايديه وما بيعرفش علشان تربو بيعدي الخط. وبيكسب تربو اخيرا والكل بيبقى مبسوط بيه وفرحان، واخوه تشيت بيبقى فرحان بيه وبيروح يجيب له قوقعة جديدة بدل اللي اتكسرت. وفي النهاية كلهم بيتفقوا ان هما يعملوا مسابقة بينهم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل الملخصات الجاية كلها.